احيانا الاحلام بتتصادم بالواقع، لكن انا مش عاوزك تزعل. مهما حصل امشي دايما لقدام، وخلي دايما نور الشمس جوه قلبك. خلي عندك قوة تخليك تعمل المستحيل عشان تقدر تحقق امانيك. ازيكم يا ابطال؟ في كل رحلة لطاقم قبعة القش، في كل موجة بتضرب سفينة ميري الذهبية، بنتأكد ان حلم لوفي مش مجرد كلمات، ده وعد وهو لازم ينفذه. والموسم السابع بيبدأ من اللحظة اللي الاحلام فيها بتتصادم مع الواقع، لحظة المواجهة الحقيقية. بعد كل اللي عدى ده، الطاقم داخل على احداث اعنف، اسرار اعمق، واعداء اقوى، مغامرات تخليك تحس انك جزء من الطاقم نفسه. وهنا هتبدا مرحله جديده، مرحله تختبر قوه الروابط وشجاعه الاصدقاء، واصرار قرصان اسمه مانكي دي لوفي ان يوصل لعرش واحد بس، عرش ملك القراصنه. انا محمد صاحب قناه بيت الاوتاكو، وده ملخص الموسم السابع من وان بيس. لما تشوفش الاجزاء اللي فاتت من وان بيس فراح شوفها الاول. في الموسم اللي فات طاقم قبعه القش وصل لمكان اسطوري محدش كان يصدق انه موجود، جزيره السماء او سكاي ايلاند. وبعد ما قدروا يوصلوا لبوابه السماء اكتشفوا مدينه ساكايبا وشعبها اللي عايشين فوق السحاب. لكن الهدوء ما طولش كتير، لان الجزيره كانت تحت حكم شخص بيعتبر نفسه ملك اسمه انيل، واحد من اخطر الخصوم. انيل كان بيستخدم قدره مرعبه بتخليه يتحكم في البرق بالكامل، وبسبب كده الطاقم اتفرق في الجزيره بتاعت ساكايبا، وكل واحد دخل في مواجهه خاصه. وفي نفس الوقت اكتشفوا اسطوره قديمه عن شعب شناديا اللي بيحارب علشان يسترجع ارضه الضائعه. وفي النهاية لوفي واجه أنيل في معركة خيالية بين البرق والمطاط، معركة انتهت بسقوط الملك المزعوم وإنقاذ ساكايبا من الدمار. وبعد ما رجعوا الجرس الذهبي لمكانه الحقيقي، الطاقم غادر الجزيرة ومعاهم كنز حقيقي، واللي هي ذكريات ومغامرة مش هتتنسي. بس بعد ما وصلوا للبحر الأزرق تم إحاطتهم بأضواء كتير جدا، وافتكرناهم المارينز. فيا ترى إيه اللي هيحصل بعد كده؟ وهل فعلا هي دي النهاية؟ تعالوا بينا نكمل باقي الحكاية. ولكن لوفي مش بيهتم بالأضواء الكتير دي، وبيقول لهم يلا بينا نروح للجزيرة اللي بعد كده. بس ما بنكملش لحظات وبتيجي موجة كبيرة قوي وبتبعد ميري الذهبية بعيد جدا عن مكان اللي فيه الأضواء. وعلى الجانب الآخر وعلى جزيرة جايا، بيلامي وساراكس هما الاتنين كانوا بيتخانقوا مع بعض، والطاقم بتاع بيلامي مش فاهم حاجة، المفروض الاتنين مع بعض ليه بيتخانقوا؟ ولكن بعد لحظات بنكتشف الحقيقة، دوفلامينكو هو اللي بيتحكم فيهم وبيخليهم يقاتلوا بعض. وبنعرف ان عمل كده لانهم من اتباعه، وكانوا بيقولوا ان مفيش حاجة اسمها جزيرة السماء، وما قدروش يمنعوا لوفي من الذهاب لجزيرة السماء. وطبعا دوفلامينكو لما عرف كده غضب بشده، وعشان كده يخليهم يقتلوا بعض. وساعتها دوفلامينكو بيمشي وبيسيبهم وبيتحكم في ساراكس وبيخليه يقتل بيلامي. وفي ذلك الوقت طاقم قبعة القش كان راح باتجاه الجزيره اللي بعد كده، بس هم ماشيين بيشوفوا سفينه قراصنه مفيش فيها اشراع ولا فيها علم، والطاقم بتاعهم حزين جدا، زي ما تقولوا كده حد اخد منهم الحاجات دي والقائد بتاعهم كمان. وبسبب ان السفينه ملهاش قائد بتيجي موجه كبيره وما بيعرفوش يتصرفوا وبتغرق السفينه. المهم الطاقم بيوصل للجزيره اللي بعد كده، واللي كانت جزيره مليئه بالاشجار. بس لما لوفي واللي معاه نزلوا الجزيره بيتفاجئوا ان الحيوانات شكلها غريب جدا، يعني مثلا دب طويل جدا. ومش كده وبس، ده كل الحيوانات طويله حرفيا، حتى الكلب اللي انتوا شايفينه قدامكم ده طوله يجي 500 متر ولا حاجه. المهم لوفي وتشوبر ويوسف سابوا بقيه الطاقم في السفينه وراحوا يشوفوا بيت موجود في الجزيره. بس لما راحوا عند البيت بيجي لهم حصان رقبته طويله جدا، وطبعا لان تشوبر بيعرف يتكلم مع الحيوانات فعرف ان اسمه الشيري. المهم لوفي بيلاحظ ان في عصيان خيزران بتتحرك، ومش كده وبس، دي بدأت تهاجم لوفي كمان، وده اللي خلى لوفي يتعصب، وباستخدام جمجم الجلدة بيقطع عصيان الخيزران. بس ساعتها حد بيقع من السماء، ولما لوفي بيبص بيلاقي راجل عجوز. وساعتها يوسف بيقول له انت مين يا عم الحاج؟ الراجل العجوز بيقول له انا اسمي تانجي، وانا كنت واقف فوق عصيان الخيزران دهيت، وانتوا اللي لسه موقعيني. لوفي قال له احنا ما نعرفش ان في حد واقف فوقيها، دول طوال جدا يجي 10 كيلو لفوق. تانجي بيقول له انا قررت اقف على العصيان ديت من وانا لسه شاب عشان احطم الرقم القياسي اللي انا ابقى واقف على اطول عصيان في العالم، وكنت عاوز انزل لتحت بس خفت انزل بعد ما طلعت لفوق، وفضلت 10 سنين واقف وخايف انزل. وطول المده دي عصيان الخيزران كانت عماله تطول اكتر واكتر، وكنت خايف انزل لغايه لما انتوا نزلتوني دلوقتي. لوفي بيقول له طب ليه الحيوانات هنا في الجزيره دي طويله؟ تونجي بيقول له عشان الجزيره اصلا طويله وفيها مساحات شاسعه، فالحيوانات لازم تكون طويله عشان تعرف تعيش فيها. بس كان في شخص بيراقب لوفي واللي معاه وهم بيتكلموا، يا ترى مين الشخص ده؟ وعلى الجانب الاخر بقيه الطاقم وهو واقف عند السفينه بيتفاجئوا ان في سفينه كبيره قوي شبه الثعلب جت وحصرتهم، والقراصنه اللي عليهم بيقولوا لهم احنا قراصنه فوكسي وجايين هنا عشان نتعارك معاكم. نرجع من تاني لوفي والعجوز دونجي اللي بيستضيفهم في البيت بتاعه، وبيقول لهم كان في هنا قريه وسكان القريه اخدوا حاجتهم ومشوا، وبنعرف ان الناس على الجزيره دي ما بتقعدش كتير، بتنتقل على طول. وطبعا القريه بتاعت تونجي العجوز لما طلع فوق الخيزران لمده 10 سنين مشت وسابته، وهو دلوقتي لما نزل ما لقاش غير بيته بس اللي موجود. والجزيره دي اسمها لونج رينج ايلاند، وده لان شكلها عامل زي الرينج
رينج او الحلقه الطويله. وساعتها تونجي بيقول لهم يا ريتني كان معايا الحصان بتاعي، كنت استخدمته عشان الحق باهل القريه بتاعتي. تشوبر قال له احنا شفنا حصان واقف مستنيك عند البيت بتاعك. وساعتها العجوز تونجي بيطلع بسرعه وبيلاقي الحصانه شيري بتاعته مستنياه عند البيت بتاعه. وساعتها تونجي مش مصدق انها كانت مستنياه طول ال10 سنين وما مشيتش مع اهل القريه. وساعتها العجوز تونجي بيركب على ظهرها وبيستعيد الايام الخوالي. وساعتها لوفي كان سعيد ان العجوز تونجي سعيد ان لقى الحصانه بتاعته. وساعتها بنرجع بالزمن لورا وبنعرف ان اهل القريه قالوا لشيري تعالي معانا احنا هنمشي، لكنها رفضت، وده طبعا لانها عاوزه تستنى صاحبها تونجي. وساعتها اهل القريه بيسيبوها على راحتها وبيمشوا. نرجع للوقت الحاضر واثناء ما العجوز كان سعيد مع شيري بنسمع صوت طلق ناري. وساعتها شيري بتاعه والعجوز بيقع من فوقيها، ولما العجوز بيبص بيلاقي ان شيري تم القبض عليها واتلفت في شبكه. وساعتها لوفي بيبص بيلاقي 3 اشخاص واقفين وبيقولوا الحصان ده احنا ناخده. لوفي قام قايل لهم ايا كان انتوا مين انا هديكم علقه موت. وساعتها الراجل ابو راس مفلوقه نصين قام قايل له انت ازاي مش عارفني، انا فوكسي اللي بياخد اي حاجه هو عاوزها، وانا عارف انت مين، انت مانكي دي لوفي، وبما انك قائد طاقم قبعه القش انا جاي هنا عشان اتحداك في مسابقه ديفي باك. وده اللي خلى يوسف يقول دول القراصنه اللي احنا شفنا مركبتهم غرقت اكيد الشراع بتاعهم اتاخد والقائد بتاعهم اتاخد لانهم شاركوا في تحدي ديفي باك. يوسف حاول يحذر لوفي عشان مش يشارك في التحدي ده، ولكن الاوان قد فات، وده لان لوفي وافق لان عاوز ينقذ الحصانه تشيلي. وعلى الجانب الاخر القراصنه اللي حاصروا اصدقاء لوفي عند المركب تبع القرصان فوكسي ودول الطاقم بتاعه، وبيقولوا لاصدقاء لوفي القائد بتاعكم اللي هو لوفي وافق خلاص اننا نعمل مسابقه ديفي باك، ومحدش من الطاقم فاهم يعني ايه ديفي باك غير زورو وروبن. وبنعرف ان المسابقه دي اخترعها القراصنه من زمن بعيد جدا، والهدف الرئيسي من المسابقه دي هي سرقه اعضاء طاقم القراصنه. يعني الفائز في المسابقه دي هيختار اي عضو من طاقم القراصنه اللي بيواجهه ويضمه للطاقم بتاعه، وغصب عن العضو اللي هينضم للطاقم الجديد لازم يتعهد بالولاء للطاقم الجديد. ومش كده وبس، ده الفائز كمان ممكن ياخد علم القراصنه بتاع السفينه وياخد الشراع بتاعها كمان، يعني بيخلوهم من غير كرامه خالص. نامي بتقول لهم خلاص مستحيل طبعا نوافق ان احنا نلعب اللعبه الحقيره دي، بس هم قالوا لها القائد بتاعك وافق، وطالما القائد وافق لازم نلعب. وفعلا يا اصدقاء بيتم تجهيز الاماكن في جزيره لونج رينج عشان مسابقه ديفي باك تبدا. وساعتها القائد لوفي والقائد فوكسي بيطلعوا على المسرح على بال لما البنت اللي من طاقم بتاع فوكسي واللي اسمها بارشا تشرح القوانين بتاعت مسابقه ديفي باك. وساعتها لوفي وفوكسي بيقسموا على الالتزام بالقوانين، وبعد كده فوكسي بيقول للوفي انت عاوز المسابقه تبقى من جوله واحده ولا 3 جولات؟ في البدايه لوفي كان يختار 3 جولات، بس نامي ويوسف عملوا له بصباعهم انه يختار واحده بس، ولكن الغبي لوفي جمع صباع نامي على صباع يوسف على صباع واحد تاني من اعضاء فوكسي وفكر ان كده 3 وقام قايل 3 جولات. وبكده يا اصدقائي رسميا مسابقه ديفي باك هتقام ما بين قراصنه قبعه القش وقراصنه فوكسي من 3 جولات، واللي هيفوز في كل جوله هيقدر ياخد عضو من الطاقم التاني. شكل كده الموضوع هيولع. وساعتها احد اعضاء طاقم فوكسي بيجيب لطاقم قبعه القش ورقه المفروض يكتبوا فيها مين الاعضاء اللي هتشارك في ال3 جولات بتاعه ديفي باك، واللي هتكون جوله سباك وجوله رياضه وجوله تزلج. اول جوله مسموح بكل الطاقم يشارك فيها، لكن تاني جوله مش مسموح اكتر من 3 يشاركوا فيها، اما الثالثه ف5 بس ممكن يشاركوا فيها، وما ينفعش نفس اللاعب يشارك في اكتر من جولتين. وفعلا كتبوا الورقه في الجوله الاولى كل الطاقم هيشارك، وفي الجوله الثانيه زورو وسانجي وتشوبر هم اللي هيشاركوا، اما في الجوله الثالثه فمانكي دي لوفي ويوسوب ونامي وروبن. بس قبل ما الجوله الاولى تبدا لازم كلا الفريقين يبنوا قوارب خاصه بيهم عشان يشاركوا بيها في السباق، وفعلا كلا الفريقين بدأوا يبنوا القوارب الخاصه بيهم. وخلوني يا اصدقائي اشرح لكم قواعد السباق بالكامل هيكون في البحر حوالين جزيره لونج رينج، واي قارب هيغرق هيستبعد من المسابقه، والمدافع والمسدسات والسيوف اي شيء مسموح بيه. المهم المسابقه فعلا على وشك انها تبدا، ان نامي ويوسف وروبن كان على قارب واحد، وتشوبر وزورو كان على قارب، وسانجي ولوفي كان على قارب، وطبعا الطاقم بتاع فوكسي عدد كبير منهم كان مشارك في السباق. والجدير بالذكر ان من ضمن الطاقم بتاع فوكسي كان في جماعه عامله السفينه بتاعتها من 3 براميل ضخمه وكبيره، وبنعرف ان البراميل دي مليانه ميه بحر. المهم السباق بيبدا فعلا، وساعتها الكل بينطلق باقصى سرعته، بس السفينه مكونه من 3 براميل كبار بتفتح البراميل وبتغرق المكان كله ميه بحر، وبتعمل موجه عاليه جدا مليئه بالبراميل المتفجره، يعني لو حد لمس البراميل تنفجر، وبسبب كده طاقم قبعه القش ما كانش عارف يتحرك. اما بالنسبه لبرشا واللي كانت راكبه على سمكه قرش فكانت في المقدمه، وساعتها زورو قرر يتصرف، وباستخدام النجداف بتاع القارب عمل عاصفه من الهواء بعدت كل البراميل المتفجره ورجعتها تاني للسفينه الكبيره، وساعتها بتنفجر فيها وبتغرقها. وبسبب انفجار الكبيره بيحصل موجه كبيره جدا، والطاقم كله بيستغل كده وبيركب الامواج، والموجه ديت خلتهم يقربوا جدا من بورشا واللي معاها، وده اللي خلى بقيه طاقم فوكسي عشان يخلي بورشا تفوز يقرروا انهم يلهوا طاقم قبعه القش.
على بال لما بورشا تفوز بالسباق دهوت. يعني مثلا هم عارفين ان لوفي بيحب الاكل، فجماعه من فوكس جولوا وقالوا له تحب تاكل ايه وهكذا. وطبعا نامي كانت متعصبه جدا منهم، بس ساعتها بورشا بتأمر الواد اللي معاها واللي اسمه كابوكي انه يهاجم القارب بتاع نامي، وساعتها القارب بدأ يتكسر، وده اللي خلى بقيه الطاقم يفوق من اللي هو فيه ويروح عشان ينقذ نامي وروبن ويوسوب. وساعتها روبن بتستخدم قدراتها وبتهاجم كابوكي، والسباق بيرجع تاني لوضعه الطبيعي، كل واحد بيتنافس عشان هو اللي يفوز. بس شكل كده قائد فوكسي والقرد اللي معاه واللي اسمه هامبرج بيخططوا لحاجه، وفي الوقت ده لوفي بيجيله خطه ذكيه باستخدام قطعه خشبه وقدرته المطاطيه خلى القارب ينطلق بسرعه البرق. وفي ذلك الوقت تشوبر وزورو بيتم مهاجمتهم من احد اعضاء طاقم فوكسي، ولكن زورو بيخلص عليهم بكل سهوله. بس بسبب كده القارب بتاع تشوبر وزورو بيتدمر، يعني معنى كده انهم خرجوا من الجوله دي خلاص. اتمنى بقيه الطاقم يقدر يفوز بالجوله. وفي الوقت ده ما زالت بورشا ولا معاه في المقدمه، لكن لا بتتفاجئ ان لوفي ماشي بسرعه البرق وشدد القارب بتاع نامي معاه. بس للاسف الطاقه بتاعت لوفي خلصت، وده بسبب ان حطت ايديه في المايه كتير، والمايه طبعا عدوة لوفي. ومره تانية بورشا ولا معاها بيعدوهم، بس دلوقتي هم داخلين على منطقه مليئه بنباتات البحر الطويله، وبعدها على طول في دوامه كبيره. هيعدوا من الحاجات دي ازاي؟ والمشكله كمان ان نباتات البحر الطويله دي بتنتج حواليها تيارات سريعه جدا، لكن نامي بما انها ملاحه شاطره فقالت لهم خليكم معايا، انا خليكم تعدوا التيارات دهيت بكل سهوله. اما بالنسبه لبورشا واللي معاها فلما جم يخشوا وسط النباتات الطويله التيارات رمتهم بره تاني، لكن نامي كانت بتخليهم يعدوا وسط النباتات الطويله ولا كان في تيارات اصلا. وده لانها ملاحه شاطره، فهي عارفه الحركه بتاعت التيارات عامله ازاي، فبتمشي مع الحركه بتاعتها، وبكده بيعدوا من النباتات بكل سهوله. بس المشكله دلوقتي في الدوامه الكبيره اللي بعد النباتات، هيعدوها ازاي؟ وساعتها نامي بتقول لي يوسف استخدم دايل الصدمه النفاس اللي انت خدته من ساكايبا، وبتديهوله فعلا ويوسف بيستخدمه، وساعتها بينطلقوا زي الصاروخ وسط الدوامه ولا كأن في دوامه اصلا. وبسبب السرعه بتاعتهم الهائله بينطوا من فوق قطعه الجزيره اللي قدامهم. بس للاسف القارب بتاع لوفي بيتكسر وما عادش متصل بالقارب بتاع نامي، ولوفي وسانجي بيقعوا على الارض ويعتبروا دلوقتي خارج الجوله دي. يعني معنى كده ان نامي هي الامل الوحيد دلوقتي، هي والفريق بتاعها لازم يفوزوا. وطبعا الفريق بتاع بورشا كان متاخر جدا، بس ساعتها كابوتي قرر يندمج مع سمكه القرش بحيث القارب بتاعهم يبقى سريع جدا، وفعلا بيعدوا من النباتات الطويله والدوامه بكل سهوله. وفي الوقت ده نامي واللي معاه كان بيجدفوا باقصى سرعتهم عشان يوصلوا لخط النهايه. خلاص كده خط النهايه قدامهم اهو، وفي نفس الوقت بورشا واللي معاها قدروا يوصلوا لهم، وده اللي خلى نامي تتصرف بسرعه وتطلب من يوسف باستخدام النبله بتاعته انه يكسر اشجار الخيزران اللي موجوده على جانب الطريق. وفعلا بيعمل كده والاشجار بتاع القارب بتاع بورشا، وطبعا كده هم اتاخر قوي والوقت نامي في المقدمه وخلاص كده قربت توصل، فاضل لحظات ونفوز بالسباق، يلا يا شباب. وساعتها لوفي كان فرحان جدا، بس احد اعضاء فوكس بيقول له انت فرحان ليه؟ انت ناسي ان الزعيم بتاعنا موجود، والزعيم بتاعنا اكل فاكهه شيطان. واذ فجاه كلنا بنتفاجئ ان فوكس الزعيم بيستخدم قدره فاكهه الشيطان بتاعته واللي هو شعاع التباطؤ، والشعب يجي في نامي واللي معاها والفائزه هي بورشا. وطبعا لوفي واللي معاه كان مصدومين، وساعتها نامي ويوسف وروبن لما طلعوا بيقول لوفي واحنا خسرنا ازاي؟ قال لهم انتوا كنتوا هتكسبوا بس فجاه بقيتوا بطيئين قوي لحد لما هم عدوكم وكسبوكم. وساعتها القائد فوكس بيجوا بيقول لهم كل ده بسبب شعاع التباطؤ بتاعي، اي شيء الشعاع ده بيجي عليه مهما كان هو ايه بيفقد السرعه بتاعته لمده 30 ثانيه. واما خلي هامبرج القرد اللي من الطاقم بتاعه يضرب عليه طلقه ويوريهم ازاي، وده اللي خلى طاقم قبعه القش يعرفوا انهم في مأزق حقيقي. والوقت جه ميعاد الجائزه بتاعت الجوله الاولى، طاقم فوكسي هيختار عضو من طاقم قبعه القش ويضمه ليه، وساعتها فوكس الشرير بيختار تشوبر وبيقول له انت هتنضم لينا، وفعلا بياخده وبيحضنه وبيديه لبورشا وبيقول لها اعتني بيه. وبعد كده فوكس بيجي يتكلم مع تشوبر وبيقول له حط النضارات دي عليك، انت دلوقتي بقيت احد اعضاء الطاقم بتاعي وولائك كله هيكون ليا. وطبعا الطاقم كان زعلان عليه جدا ومتضايقين انه راح مع طاقم فوكسي، وساعتها تشوبر عمال يعيط ويقول له يا لوفي ارجوك انقذني، انا مش عاوز ابقى معاهم، انا عاوز ابقى معاكم. بس ساعتها زورو بيقول له ما تسترجل يا تشوبر، خلي عندك ثقه فينا واحنا الجوله الثانيه هنفوز وهنسترجعك تاني. وفعلا تشوبر بعد ما سمع الكلام بيستجمع رباط جأشه وبيقرر يثق في اصدقائه. والوقت جه ميعاد الجوله الثانيه، وبما ان تشوبر كان مشارك في الجوله الثانيه وهو الوقت راح لطاقم فوكسي، فاللي هيشارك في الجوله الثانيه بس هيبقى زورو وسانجي. والجوله الثانيه اسمها كوروجي رينج، وهقول لكم القواعد بتاعتها. في كاوتشين كبار في الملعب شايفينهم، اللي هيخلي الكره تخش في احد الكاوتشات دهيت هيكون الفريق الفائز. بس المشكله ان الكره هتبقى بشر مش هتبقى كره عاديه، وساعتها زورو بيقرر ان سانجي هو اللي يبقى الكره في الفريق بتاعه. اما بقى بالنسبه للفريق بتاع فوكسي فهيبقى مكون من 3 عمالقه حرفيا. اول واحد الكارد هامبرج، العملاق الكبير قوي بيج بان بوتان، واخيرا الشيطان اللي اسمه بيكلز. انا مش عارف هيكسبوا الاحجام العملاقه دي ازاي، لازم يعملوا كفريق. وفعلا المباراه بتبدا، ولكن سانجي وزورو كانوا بيتخانقوا على مين اللي هو يبقى الكوره، وبيلعبوا حجر ورقه
رقم مقص عشان يحدده، وطبعا الموضوع بيطول. ولكن بمجرد ما نامي بتقول لسانجي ارجوك خليك الكرة عشان خاطري، بيوافق على طول. منك يا سانجي. المهم الحكم بتاع المباراة بيقول لزورو الاسلحة ممنوع في المباراة، هات الاسلحة بتاعتك. وفعلا زورو بيسلم الاسلحة والمباراة تتلعب من غير اسلحة. المهم سانجي بما ان الكرة بيتقدم للمكان اللي المفروض الكرة تقف فيه. اما بالنسبة للشخص اللي هيبقى الكرة في فريق الخاص فهو بيج بان بوتر، يعني المفروض زورو وسانجي يشيلوه ويحطوه في حلقة الكاوتش دهيت. المهم الحكم بيصفر، وساعتها بيكلز بينطلق بسرعة الصاروخ باتجاه سانجي، ولكن سانجي بيتفاداه وبيروح عشان يهاجم بيج بان على طول بما انه الكرة في فريق الخاص. ولكن في مشكلة، بيج بان جسمه كله بيزحلق كأن عليه زيت، وللاسف سانجي مش بيعرف يضربه، وبيج بان بيضربه ضربة قوية جدا بيطيره بعيد. وفي نفس الوقت هامبرج وبيكلز كانوا بيجروا علشان يلتقطوه ويحطوه في دائرة الكاوتش. وفعلا هامبرج بيمسك سانجي وبيرميه باتجاه بيكلز، ولكن بيكلز بيرفع تاني لفوق، وساعتها هامبرج بيمسكه استعدادا عشان يحطه في دائرة الكاوتش. ولكن زورو في اخر لحظة بيتصرف وبيمسك رجلين بيكلز وبيبدأ يلفه بسرعة جنونية وبيرميه بعيد. وبالنسبة لسانجي فقدر يفك نفسه وقام ضرب هامبرج، والاتنين بيتخبطوا في بعض وبيغم عليهم في الوقت الحالي. والوقت زورو وسانجي هيستفردوا ببيج بان، بس هل يا ترى يقدروا يشيلوه ويحطوه داخل دائرة الكاوتش عشان يفوز بالمباراة ويستعيدوا تشوبر؟ ولكن شكل كده الموضوع مش هينجح، وده لان هما الاتنين عمالين يتخانقوا مع بعض، كل واحد عاوز يمشي الخطة بتاعته على التاني، بيغيروا من بعض جدا. ما ينفعش كده يا شباب، لازم تعملوا عمل جماعي عشان تقدروا تفوزوا. وساعتها بيج بان بيستغل الموقف وبدأ يهاجمهم، وساعتها هما الاتنين طلعوا يجروا منه. بس استنوا كده، ده بيج بان حاطط سكاكين في الاحذية بتاعته، هو مش الاسلحة ممنوع ولا اي حكم؟ ايه ده الحكم عامل نفسه مش شايف. ولما سانجي اعترض اداله كارت اصفر. هو مش كده وبس، ده بيج بان بيستعمل فاس كمان، شكلهم كده مطبخينها مع بعض. المهم المباراة بتستمر، والمرة دي سانجي وزورو قرروا يهاجموا، ولكن ساعتها بيج بان بيعمل حركة ذكية بيخليهم يتزحلقوا على جلده اللزج. وهو مش كده وبس، ده قام لافف نفسه بحيث يفضلوا يتزحلقوا ويدوروا في حلقة لا متناهية. وفي الوقت ده بيكلز وهامبرج استعادوا وعيهم مرة تانية، والمرة دي بيستخدموا اسلحة بشكل صريح، وطبعا الحكم عامل نفسه من بنها. المهم بيج بان بيرمي زورو وسانجي بعد ما خلاهم يبقوا مش شايفين قدامهم، وساعتها هامبرج بينط لفوق وبيضرب زورو ضربة قوية جدا. ومش كده وبس، ده بيقرر ينزل عليه بكل قوته باستخدام المرافق الحديدية بتاعته، وفعلا بينزل عليه بكل قوته وبيحطم اعضائه. اما بالنسبة لسانجي فلما فكر يقوم بيلاقي بيكلز بينطلق باتجاه بكل سرعته وبيطعنه بالابر بتاعته، وهامبرج بيكمل عليه حرفيا مش رحمينه خالص. زورو وسانجي اتمسح بيهم الارض، شكلهم كده هيموتوا، لازم يتصرفوا. وبنعرف ان في ناس كتير جدا ماتت وهي بتلعب اللعبة دي، والاتنين كانوا واقعين على الارض ومش بيتحركوا. بس هل تفتكروا زورو وسانجي هيخسروا بالسهولة دي؟ لا والله، خلينا نتعاون مع بعض لمدة 10 ثواني بس. سانجي قال له تمام 10 ثواني بس، وفعلا زورو وسانجي بيقفوا تاني على رجليهم، وطاقم قبعة القش بيكون مبسوط جدا. ولكن في الوقت ده القائد فوكسي بيقول للرجاله بتاعته بقول لكم يا شباب انا عاوز برجر كبير قوي. وساعتها كلنا بنشوف هامبرج وهو بيطلع قطعتين حديد عشان يعمل بيهم البرجر، وبيكلز بيكون معاه سيوف عشان يقطع بيه البرجر. اما بقى بيج بان فبيكون معاه طاستين عشان يسوي برجر على النار. بس استنوا كده، دول قصدهم انهم يعملوا من سانجي وزورو برجر. يا ترى زورو وسانجي يعملوا ايه قدام الاسلحه دي كلها؟ وطبعا الحكم عامل نفسه مش شايف، ولوفي كان جايب اخره على الاخر منه. المهم هامبرج بدا يهاجم، ولكن بركلات متتاليه من سانجي بيوقع على الارض، وبعد كده بينزل وبيديله ضربه في وشه وبيطيره بعيد. وسبحان الله بيجي في الطاسه بتاعت بيج بان وبيتفعص حرفيا. اما بقى بالنسبه لبيكلز فزورو قرر يتولى امره، وفعلا بيستخدم اسلوب تنين الاعصار عليه وبيطيره لفوق وهو عمال يلف زي النحله. وساعتها بيجي في بيج بان وبيشرحه حرفيا، وبسبب كده بيج بان ما عادش قادر يصلب طوله. وساعتها سانجي بيستغل الموقف وبيضربه ضربه قويه جدا في ظهره. والوقت جه دور زورو عشان يكمل بقيه الهجوم، ولكن بيكلز كان بيعترض طريقه. وساعتها سانجي بيضرب بيكلز وبيطيره باتجاه الحكم، والله يستاهل لانه حكم مرتشي. طبعا الحكم اتعصب جدا بسبب كده، وكان هيطلع الكارت الاحمر لسانجي، ولكن بيتفاجئ ان معهوش كروت، وده لان نامي اخدتهم منه. نرجع تاني للمباراه، ما عادش فاضل غير بيج بان بس. يلا يا شباب حطوا راسه في الحلقه. سانجي بيتعاون مع زورو وبيرفعه لفوق خالص، زورو بيمسك في اسنان بيج بان وبيشده معاه، حرفيا شايل راسه وهيحطها في الحلقه. مستحيل، ده عملها فعلا. طاقم قبعة القش فاز في الجوله الثانيه من ديفي باك، والوقت يقدروا يرجعوا تشوبر تاني، وطبعا الطاقم كله بيكون فرحان. المهم جه ميعاد الجائزه بتاعت الجوله الثانيه، والمفروض دلوقتي لوفي يختار اي عضو من طاقم فوكسي. بس لوفي بيقول انا مش هفكر كتير، انا هختار. بس قبل ما يقول نامي بتقول له استنى يا لوفي، بلاش تختار تشوبر، انا عندي فكره ذكيه، احنا نختار القائد بتاعهم فوكسي عشان ما يستخدمش علينا شعاع التباطؤ في الجوله الثالثه، لان هي دي اللي هتبقى الجوله الحاسمه. انت فعلا ذكيه يا نامي. ولكن بالرغم ان نامي عرضت العرض ده، ولكن لوفي هو اللي يقرر هيختار مين. وعلى عكس التوقعات لوفي بيقول انا هختار الحصان الشري. ايوه يا اصدقائي، اصلا
لوفي وافق انه يخش المسابقه الخطره دي عشان بس يرجع الحصانه شيري للعجوز تونجن. وطبعا الطاقم كله كان مصدوم من القرار بتاع لوفي. وساعتها لوفي بيقول للعجوز تونجن دلوقتي الحصانه بتاعتك رجعت لك تاني ومحدش هيقدر ياخدها منك. وساعتها العجوز تونجن بيشكر لوفي جدا ولوفي بيقول له على الرحب والسعه. وفي ذلك لقطه شوبر كان حزين جدا بس لوفي بيقول له اوعدك اللي احنا هنرجعك في الجوله الثالثه، خليك راجل واستحمل. وساعتها تشوبر بيضطر يستحمل. والوقت جه ميعاد الجوله الثالثه واللي هتحدد هما يقدروا يستعيدوا تشوبر ولا هيتم اخذ عضو تاني من طاقم قبعه القش. وزي ما انتم عارفين الجوله الثالثه من ديفي باك هتكون سباق التزلج. خليني اشرح لكم القواعد. اول لما الصفاره تصفر متسابق من طاقم قبعه القش ومتسابق من طاقم فوكسي هينطلقوا باقصى سرعتهم في المزمار، وبعد 20 ثانيه بالظبط الصفاره الثانيه هتصفر، وساعتها طاقم قبعه القش وطاقم فوكسي هينزلوا بالدفاع بتاعهم. الدفاع ده المفروض انه يعطل المتسابق في كل جوله، والفريق الفائز هو اللي هيكون المتسابق بتاعه في المقدمه بعد مرور 5 دقائق. يعني لو الدفاع فشل انه يوقفه وقدر يتفوق يسبق المتسابق الثاني. وساعتها الفريقين بيكون موجودين في ارضيه السباق. والجدير بالذكر ان كان في فهد من طاقم فوكسي حاسه الشم بتاعته قويه جدا لدرجه ان كان شامم ريحه الاكل وهو في بطن لوفي. المهم بنعرف ان كل فريق هيبقى له مدير ومدرب، والمدير والمدرب مش هيشاركوا في السباق. وفي نفس الوقت بنعرف ان كل واحد من الطاقم ممكن يكون المتسابق الاساسي جوله واحده بس. يعني على سبيل المثال في الجوله الاولى لو لوفي هو بقى المتسابق الاساسي ما عادش ينفع يبقى هو المتسابق الاساسي تاني وهيضطر يبقى دفاع في الجولات الثانيه وهكذا. ولكن طبعا طاقم قبعه القش ناقص واحد واللي هو تشوبر، فعشان كده مسموح لواحد فيهم بس ان يبقى المتسابق الرئيسي لجولتين، والسباق ده هيكون من 5 جولات. وساعتها سانجي بما انه مدرب بيقرر يحط لوفي في الجوله الاولى والجوله الخامسه. يعني معنى كده لوفي هو المتسابق الوحيد اللي مسموح له يشارك مرتين. وبما ان سانجي المدرب فزورا هيكون المدير الفني. ونسيت اقول لكم لو حد خرج بره المزمار هيخسر السباق فورا. المهم الجوله الاولى هتبدا خلاص ولوفي هيتسابق مع بورشا، بس في مشكله لوفي مش بيعرف يتزلج. امال كان فرد صدره ليه وبيقول انا هرجع تشوبر؟ والمشكله كمان انه هيشارك في جولتين، يعني لو ما ظبطش نفسه الفريق كله هيخسر. المهم الحكم بيصفر وساعتها بورشا بتنطلق باقصى سرعتها، اما لوفي فكان واقع على الارض مش عارف يتحرك وكل ما بيقف بيقع تاني. وبعد كده 20 ثانيه بتفوت والوقت الدفاع بتاع الفريقين ممكن يدخلوا. والدفاع بتاع طاقم فوكسي كان حد عملاق جدا وبيقع على لوفي، ولكن لوفي بيستخدم قدرته المطاطيه وبينفخ نفسه عشان مش يتاثر. وساعتها دفاع طاقم قبعه القش بيخش ونامي يوسف بيركل لوفي لحد لما يفوز. بس طبعا المفروض لوفي ما يطلعش نفس لحد لما يفوز بالسباق. وبمساعده الازرع بتاعت روبن لوفي بدا يتقدم، ولكن استنوا الدفاع بتاع فوكسي بيتدخل وواحد منهم بيضرب لوفي ضربه قويه جدا بيطير بعيد. وبكده لوفي خرج بره المزمار ويكون خسر الجوله الاولى والفائزه هي بورشا. نيجي بقى للجوله الثانيه والمتسابق الرئيسي فيها هيكون نامي من طاقم قبعه القش والشخص العملاق دهوت. والحكم بيصفر ونامي بتنطلق باقصى سرعتها. اما بالنسبه للشخص العملاق فكان ماشي ببطء جدا، شكل كده نامي هي اللي هتفوز لدرجه ان نامي قربت تلف وتحصله تاني. وال20 ثانيه بتفوت والحكم بيصفر الدفاع هيخش. وساعتها بورشا بما انها في الدفاع بتعمل هجوم على نامي اسمه ظهور النوم المغناطيسي وبتنايم الطاقم كله حرفيا مغناطيسيا. وفضلوا نايمين لحد لما نامي بتفتح عينيها بتلاقي الراجل العملاق لف وعداها، وهو كده يعتبر الفاز في السباق. وده لان ال5 دقائق خلصوا وهم لسه ما اتحركوش من مكانهم. وبكده يبقى طاقم فوكسي الفائز بالجوله الثانيه. لو فاز في الثالثه ما عادش هيبقى ليها لازمه يكملوا ال5 جولات، هيعتبر كده هو الفائز. وطبعا مش محتاج اقول لكم قد ايه قائد فوكسي كان فرحان جدا. المهم الجوله الثالثه تبدا والمتسابق الرئيسي من قبعه القش هيكون يوسف، اما من طاقم فوكسي فهيكون الفهد واللي اسمه تشيكيشيتا. المهم في الوقت ده زورو كان عمال يعلم لوفي ازاي يستخدم عجلات التزلج. وبعد كده الحكم بيصفر والاتنين بينطلقوا باقصى سرعتهم، بس تشيكيشيتا سريع جدا ده لف دوره كامله ويوسف لسه ما لفش ولا دوره. وال20 ثانيه بيفوتوا والوقت الدفاع ممكن يدخل. وفي الوقت ده لوفي اتعلم من زورو خلاص ازاي يستخدم عجلات التزلج والوقت ممكن يشارك في الجوله دي بما انه من ضمن الدفاع. وساعتها لوفي بينطلق بكل سرعته عشان يساعد يوسف، بس في حاجه زورو نسى يعلمه ازاي ينعطف في المنعطفات. وللاسف لوفي بيقع بره وما بيقدرش يساعد يوسف، والوقت بقت فريق الدفاع هو اللي المفروض يساعد يوسف. وساعتها روبن بتمد ايدها ليوسف عشان يمسك فيها وتخليه يسرع. وبالرغم ان قدر يعدي تشيكيشيتا ولكن تشيكيشيتا سرعان ما سرع تاني وقدر يسبقه. والجدير بالذكر ان لوفي كان قاعد بيتفرج وبيشوف ازاي تشيكيشيتا بينعطف في المنعطفات. احد الدفاع بتاع طاقم فوكسي بيمسك روبن وبيخليها مش تتحرك. روبن بتحاول توقفه لكن بتكتشف ان جسمه رخوي، وبنعرف ان الشخص ده اسمه جوبي. وفي الوقت ده سانجي بتجيله فكره ذكيه وقام قايل لزورو اقطع شجره الكيوي اللي موجوده قريب من المزمار. وفعلا زورو بيركب تشيري وبيروح عشان يقطع الشجره، وزورو بيقطع الشجره وبيوقعها على الاستاد. وبنعرف خطه سانجي بما ان تشيكيشيتا فهد فحست شمه قويه جدا، وهو بما انه فهد يبقى اكيد بيحب الكيوي وده هيشتته ويخليه يخرج بره السباق. وهو
وفعلا هو ده اللي حصل، وتشيكشيتا فضل ياكل في الكوي وخرج بره المزمار، وبكده يبقى هو خسر نفسه لان ما ينفعش حد يخرج بره المزمار، وكل ده طبعا بفضل ذكاء سانجي. المهم الجوله الرابعه هتبدا، والمتسابق الاساسي من قبعه القش هتكون روبن، اما طاقم فوكسي فهيكون جوبي. وفي الوقت ده نامي بتقول لي يوسف انا عندي فكره عشان نخلي القائد فوكسي ما يستعملش شعاع التبطيء بتاعه. المهم الجوله الرابعه بتبدا، وروبن وجوبي بينطلقوا باقصى سرعتهم، وال20 ثانيه بتعدي والدفاع بيدخل، ولوفي قرر يكون الدفاع لوحده، وبنعرف انه اتعلم ينعطف في المنعطفات بسبب ان راقب تشيكشيتا. ممتاز يا لوفي. وساعتها لوفي بيضرب جوبي ضربه قويه جدا بيلزقه في الجدار، وساعتها لوفي بيقول لروبن امشي انت وانا مش خليه يتحرك من هنا. ولما الدفاع بتاع طاقم فوكسي يفكر يوقف روبن بتتفاداهم واحد تلو الاخر بكل احترافيه. خلاص كده ال5 دقايق تعدي وروبن هتفوز، وده اللي خلى القائد فوكسي يقرر يتدخل في السباق. ولكن ساعتها نامي ويوسف قرروا ينفذوا الخطه بتاعتهم، وبنعرف ايه هي الخطه بسبب ان القائد فوكسي مرهف في الحس قرروا يلعبوا على الحته دي. وفعلا وقبل ما يطلق شعاع التبطيء يوسف بيقول له يا مقسوم الراس، وده اللي خلاه يحبط، ولكن نامي بتقول له انت رجل عظيم فبيفرح، ويرجع تاني يوسف يقول له يا مقسوم الراس فيحبط، وهكذا. وفضل يلعبوا بمشاعره على بال لما روبن تفوز بالسباق، والوضع استمر هكذا لحد لما ال5 دقايق خلصت وروبن هي الفائزه. ممتاز يا شباب، فاضل جوله واحده بس، والجوله الخامسه والاخيره هتكون ما بين لوفي وما بين الشخص ابو سيفين في ايديه من طاقم فوكسي، والصفاره بتصفر والاتنين بينطلقوا باقصى سرعتهم. وساعتها القائد فوكسي كان يستخدم شعاع التبطيء، ولما نامي ويوسف عملوا الخطه بتاعتهم لقوها مش بتاثر فيه، وده لانه حاطط سدادات في ودانه ومش هيسمع الاهانه بتاعتهم، وبدا يطلق شعاع التبطيء على لوفي، ولكن لوفي كان بيتفاداه. المهم ال20 ثانيه بتعدي والدفاع بيدخل، ولكن فوكسي الخبيث بيستعمل الشعاع بتاعه وبيجمد نامي ويوسف، يعني كده مش هيشاركوا مع الدفاع، وفي نفس الوقت بيقدر يجمد لوفي هو كمان، والوقت لوفي يقعد 30 ثانيه مش هيقدر يتحرك. وساعتها روبن قررت تعمل حاجه غريبه جدا، مع انها دفاع الا انها قررت انها تخرج خارج الحلبه، وبتقول عشان لو تم تجميدها كده الفريق كله هيخسر وهي الامل الوحيد بتاع الفريق. المهم فاضل 40 ثانيه وال5 دقايق يخلصوا، والوقت الواد ابو سيفين متقدم ب3 دورات، يعني صعب لوفي يجيبه. وساعتها القائد فوكسي قرر يجمد لوفي مره تانية بحيث ما يقدرش يفوز، ولكن روبن الذكيه قدرت انها تمسك ايديه وتخليه مش يستعمل شعاع التباطؤ. وساعتها لوفي بينطلق باقصى سرعته وقدر ان يلف لفه كامله في لمح البصر، والوقت فاضل له لفتين بس، وفاضل 10 ثواني والسباق يخلص. وفعلا لوفي بيلف اللفتين لانه كان ماشي بسرعه جنونيه وهو اللي بيفوز بالسباق، وبكده طاقم قبعه القش هو اللي فاز بالجوله الثالثه من مسابقه ديفي باك. وساعتها لوفي المفروض يختار عضو من طاقم فوكسي ينضم ليه، وطبعا بيختار تشوبر. ممتاز، وتشوبر بيحضنه والدنيا بتكون حلاوه على الاخر. بس بالرغم من كده الا ان معنى كده مسابقه ديفي باك خلصت والموضوع خلص بالتعادل، لان الطاقمين ما خسروش اعضاء منهم، وده اللي ضايق القائد فوكسي، واللي بيقول لهم ما فيش حاجه اسمها تعادل في عالم القراصنه، فائز او خاسر. فايه رايك يا لوفي نعمل 3 جولات كمان؟ اصدقاء لوفي قالوا مين مغفل هيوافق على العرض ده، خلاص احنا خدنا اللي احنا عاوزينه، بس بيتفاجئوا ان لوفي وافق، والوقت هيلعبوا 3 العاب اخرى من مسابقه ديفي باك، واول لعبه من الالعاب هتكون دادج بول او البيوضه لو تعرفوها. وزي ما انتم عارفين في مسابقه ديفي باك اللي مكونه من 3 العاب كل لاعب ممكن يخش لعبتين بس. المهم خلينا في اللعبه الاولى واللي هي دادج بول. خلينا اقول لكم القواعد بتاعتها. الكرات اللي على الارض دي هيتم استخدامها لضرب اللاعبين، والكره لو جت في لاعب من اللاعبين هيتم استبعاده ويخسر، والطاقم كله يخسر لو كل الفريق بتاعك خرج من اللعبه. وبنعرف ان اللعبه دي لها كتاب فيه قوانين كتير جدا للعبه دي، فروبن بتاخد الكتاب ده عشان تقراه، والجدير بالذكر ان المره دي الحكام هيكونوا عادلين وعارفين القوانين بالظبط، يعني مش هيبقى فيه ظلم. المهم كده الفريقين بيكونوا في ارضيه الملعب، وطبعا الطاقم بتاع فوكسي بيكون كتير جدا، وساعتها الحكم بيرمي الكره والمباراه بتبدا، وساعتها تشوبر ولوفي بيمسكوا الكورتين الموجودين في الملعب وبيرموها على القائد فوكسي، والكره بتيجي في وشه، بس الحكم بيقول هو لسه ما خرجش من اللعبه، وده لان القوانين بتقول لو الكره جت في الوش ما تعتبرش، والمباراه بتكمل. وساعتها زورو بيمسك الكره وبيرميها على عدد كبير جدا من لاعبين فوكسي وبيطلعهم بره المباراه، وسانجي هو كمان بيعمل كده. ممتاز، هما الاثنين خرجوا كده 9 لاعبين من فوكسي. وساعتها لوفي بياخد الكره وبيرمي هو كمان باقصى قوته على عدد من لاعبين فوكسي واللي من ضمنهم تشيكشيتا، وكده 10 لاعبين من فوكسي خرجوا كمان. بس بعد كده هامبرج بيمسك الكورتين وبيديهم لبيج بان، وبيج بان بيرمي الكورتين بكل قوته، وساعتها الكل بيتفادى الكورتين ما عدا يوسف ما لحقش يتفادى وبتيجي فيه، وبكده يوسف خرج بره المباراه. وفي الوقت ده قائد فوكسي شكله كان بيخطط لحاجه شريره جدا، بس هو بيعمل كده روبن بتستخدم القدرات بتاعتها وبترمي الكوره على هامبرج، وبكده هامبرج خرج بره المباراه. المهم سانجي بيستعد عشان يضرب الكوره، بس البنات بتاعه طاقم فوكسي بتقول له ارجوك يا سانجي ما تعملش كده، هات لنا الكوره ارجوك. وطبعا سانجي عشان قلبه رهيف بيديهم الكوره فعلا، ومش كده وبس ده بينام لهم على الارض وبيخليهم يضربوه، وبكده سانجي خرج بره
المباراة. المهم القائد فوكسي بدأ ينفذ المخطط بتاعه وبيجيب انسان آلي عملاق على شكل دبابة عشان يضرب بيه كرات الدادج بول، والحكم يقول ان استخدام جهاز زي ده مش ضد القوانين. المهم بورشا بتستخدم التنويم المغناطيسي بتاعها، وساعتها كلهم غمضوا عينيهم بسرعة عشان مش يتأثروا، ولكن فوكسي بيستغل كده وبيشغل الجهاز بتاعه وبيضرب الكرة على زورو، ولكن بالرغم ان زورو مغمض عينيه الا انه قدر يحس بالكرة اما قطعها، بس للاسف تقطيع الكرة ضد القوانين، وبكده زورو مستبعد هو كمان من المباراة، وبكده فاضل لوفي وتشوبر بس ضد القائد فوكسي. وساعتها فوكسي بيرمي الكرة، لوفي بيتفاداها ولكنها بتيجي في الراجل الكبير ده وبترتد تاني عشان تيجي في لوفي، ولكن تشوبر بيضحي بنفسه والكرة بتسيبه بالطياره بعيد، والحمد لله الكرة جت في وشه. بس الحكم بيقول اي نعم هي جت في وشه، ولكن تشوبر خرج بره الملعب وبكده هو كمان مستبعد، وما عادش فاضل دلوقتي غير لوفي بس. وساعتها لوفي بيقول لفوكسي استعد عشان تخسر الجولة دي يا فوكسي، ولكن فوكسي كان عنده خطة شريرة، خلى كل الطاقم بتاعه يطلع كرات مزيفة بحيث لوفي يتلخبط وما يعرفش ان هنا الكرة المزيفة والكرة الحقيقية. نامي بتقول للوفي مش مهم، انت وفوكسي اللي معاكوا الكرتين الحقيقيتين، فلو ضربت دلوقتي هتخرجوا بره المباراة. وساعتها لوفي بيمدد ايديه عشان يضرب فوكسي، ولكن بورشا بتاخد الكرة منه وبتلخبطها مع الكرة المزيفة، والوقت لوفي مش هيعرف ان هنا الكرة الحقيقية وسط المزيفة، ولو الحقيقية جت فيه هيستبعد هو كمان. والوقت كله الطاقم بتاع فوكسي بيستعد عشان يرمي الكرة على لوفي، واللي من ضمنهم الكرة الحقيقية، وفعلا بيرميها كلها على لوفي دفعة واحدة، بس لوفي بكل احترافية بيمسك كل الكور، ولكن ساعتها فوكسي بيضرب الكرة اللي معاه بالمدفع بتاعه اتجاه لوفي، ولكن لوفي بيصد الكرة ببقه وبيقوم واكلها. وساعتها الحكم بيقول للوفي انت مستبعد من المباراة، القانون بيقول ممنوع اكل الكرة، يعني كده طاقم قبعة القش خسر الجولة الاولى من ديفي باك. والوقت فوكسي هيختار اي عضو من طاقم قبعة القش ويضم لطاقم فوكسي، وساعتها فوكسي كان فرحان وبيقول انا هختار روبن، وبيقول انه اختارها لانها تعتبر قوية جدا وذكية جدا، وخسارتها لطاقم قبعة القش اكيد هتخسرهم في الجولات القادمة من ديفي باك. وفعلا روبن بتنضم لطاقم فوكسي وبتلبس النضارة بتاعتهم، وطاقم قبعة القش بيكون حزين جدا. المهم جه ميعاد اللعبة التانية من ديفي باك، واللعبة التانية هيكون اسمها دي تي دي، ودي نفس اللعبة اللي في مسلسل لعبة الحبار او سكويد جيم، وكل فريق هيبقى عنده 6 لاعبين، ولكن طبعا فريق قبعة القش فقد روبن، فعشان كده هيشارك ب5 بس. وهقول لكم القواعد دلوقتي. المفروض اللاعبين تتحرك طول ما الدمية مدورة وشها، واول لما تبص عليهم المفروض ما يتحركوش، ولا يتحرك هيخسر، والمفروض الفريقين يلعبوا اللعبة لحد لما احد الفريقين يلمس الدمية، واللي هيلمسها الفريق بتاعها هيكون الفايز. والمسابقة دي هتكون على منحدر جبلي، واللي هيقع في المية برضه يعتبر خسران، والاسلحة طبعا مسموح بيها وكل حاجة مسموح بيها. وطبعا لوفي مش هيشارك في اللعبة دي لانه شارك في اللعبة الاولى، وهو اللي هيشارك في اللعبة الثالثة. اما بقى بالنسبة للدمية فاللي هيمثل الدمية هو العجوز تونجي، والجدير بالذكر برضه ان قائد فوكس زي لوفي طالما شارك في اللعبة الاولى مش هيشارك في الثانية عشان يقدر يشارك في الثالثة. المهم اللعبة بتبدأ، والعجوز تونجن بيغطي وشه وبيبدأ يغني الاغنية، وساعتها الكل بينطلق باقصى سرعته، وزورو وسانجي سبقوا بقية الفريق بتاعهم. اما بالنسبة لفريق فوكسي فكان سابقهم بكتير. المهم بيكلز وبيج بان بيرموا صخرة كبيرة على زورو وسانجي، ولكن في الوقت ده العجوز اللي بيمثل دور الدمية خلص الاغنية بتاعته، وفي الوقت ده برضه زورو وسانجي رجعوا الصخرة على بيكلز وبيج بان، وساعتها العجوز بيبص، وبسبب اللي الصخرة جت عليهم اضطروا انهم يتحركوا، والعجوز قال لهم انا شفتكم انتوا كده مستبعدين. والوقت فاضل من فريق فوكسي تشيكيشيتا وهامبرج وبورشا، وساعتها روبن وسانجي بيكملوا جري بما انهم امهر من اصدقائهم في الجري. وفعلا سانجي قرب خلاص يوصل لفريق فوكسي، وفي الوقت ده كابوتي كان واقف قدام نامي يوسف وتشوبر وبيقول لهم انا هخرجكم من المسابقه، وبينط عشان يهاجمهم، ولكن في الوقت ده العجوز خلص الاغنيه بتاعته وقام لافف وشه وباصص، وساعتها بيشوف كابوتي وبكده هو مستبعد من المسابقه. المهم العجوز بيلف وشه تاني وبدا يغني مره تانيه يلا يا شباب اللي يلمس العجوز تونجن هو الفائز. وساعتها هامبرج بدا يهاجم سانجي عشان يعطله، وسانجي بدا يشتبك معاه. اما تشيكشيتا فكان منطلق بكل سرعته عشان يلحق يلمس العجوز، وفعلا تشيكشيتا وصل للعجوز وكان هيلمسه، بس في اخر لحظه العجوز بيخلص الاغنيه وبيلف وشه وبيعطس في نفس الوقت، وده اللي خلى تشيكشيتا يتعرف ويتحرك. وساعتها العجوز بيشوفه بيقول انت مستبعد. المهم العجوز بيغني تاني، وسانجي وهامبرج بينطلقوا باقصى سرعتهم عشان يلمسوه، وساعتها سانجي بيقدر يسبق هامبرج وخلاص هيلمس العجوز. يلا يا سانجي، بس بورشا وهامبرج وهم بيجروا كان هيقعوا من فوق المسمار، ولان سانجي قلبه رهيف باتجاه البنات بيرجع تاني عشان ينقذ بورشا، وبينطوا في البحر وبيستبعد نفسه من السباق، كل ده عشان ينقذها. الله يخرب بيت شيطانك يا اخي، كنا هنكسب خلاص. وبكده بورشا وسانجي هما الاثنين استبعدوا من السباق، وساعتها نامي ويوسف وتشوبر بيطلعوا يجروا باقصى سرعتهم عشان يلحقوا يلمسوا العجوز، بما ان هامبرج لسه متعلق في المنحدر. وهو مش كده وبس، ده لما طلع زورو قام رايح له وقام ضربه قويه جدا طيره بعيد، وخلاص طاقم قبعه القش هيلمس العجوز وبكده هيكسبوا. ولكن في اخر لحظه بنكتشف ان هامبرج لما طار بعيد وقع عليهم. وهو مش كده وبس، ده سبحان الله صدفه لمس العجوز، يعني معنى كده
ان طاقم فوكسي هو الفائز. يخرب بيت الحظ. وساعتها القائد فوكسي كان فرحان جدا، ولكن لوفي بيقول خلاص انا هفوز بالجوله الثالثه. فوكسي قال له حتى لو انت فزت بالجوله الثالثه فانت هتستعيد واحد بس، وهو انا دلوقتي هاخد منك واحد، يعني كده كده انت خسران. وساعتها القائد فوكسي بيختار تشوبر يبقى الجايزه بتاعته في الجوله دي، يعني كده هو معاه تشوبر وروبن، وحتى لو لوفي كسب مش هيقدر يستعيد غير واحد بس. وساعتها لوفي واللي معاه ما كانوش عارفين يعملوا ايه، حرفيا هو في مأزق، ولكن بتنقذهم اذكى واحده في الطاقم نامي. وقامت راح تتكلم مع فوكسي وبتقول له بقول لك يا قائد فوكسي، ايه رايك في اللعبه الجايه والاخيره يبقى الجايزه مش عضو واحد، تبقى الجايزه كل اعضاء الطاقم، يعني انت لو كسبت كلنا ننضم ليك ونبقى تبعك، واحنا لو كسبنا ناخد كل الطاقم بتاعك. وساعتها فوكسي بيوافق لانه بيطمع في طاقم قبعه القش بالكامل، ولكن لو لوفي كسب هياخد كل الطاقم بتاعه واللي عددهم 500 واحد. وبنعرف يا اصدقائي ان في اللعبه الاخيره لوفي هيكون لوحده ضد فوكسي، والفائز هو اللي يحدد مصير الطاقم بتاعه. واللعبه الاخيره هتكون في السفينه بتاعه طاقم فوكسي، والقواعد كالاتي: اللعبه هتكون قتال مميت بين الاثنين، واللي هيكسب او يخلي التاني يغمى عليه هيكون هو الفائز. المهم لوفي بيدخل غرفه عشان ياخد منها القفازات بتاعه الملاكمه اللي هيقاتل بيها، وممكن ياخد اي هدوم هو عاوزها كمان. وساعتها يوسف بيلاقي باروكه حلوه قوي وقال للوفي لازم تلبسها، وفي الوقت ده الغيوم بتغطي السما كلها، وميعاد اللعبه الاخيره جه. وساعتها فوكسي بيتقدم وبيكون متحمس جدا للقتال، وفي نفس الوقت لوفي هو كمان بيتقدم وبيكون لابس القفازات بتاعه الملاكمه بتاعته، ومش كده وبس، ده لابس الباروكه اللي يوسف اداها له كمان، وكان متحمس جدا والقتال خلاص هيبدا قريب. وساعتها القائد فوكسي بيقول للوفي السفينه دي تم بنائها بعنايه، وهي عباره عن حلبة قتال، وكل اوضه فيها فخاخ، فانت مستحيل تكسبني. والجرس بيرن والمباراه بتبدا. لوفي لسه بيستخدم اسلوب جمجم بتاعه، ولكن فوكسي بيجمد ايديه بشعاع تباطؤ، وده اللي خلى لوفي يضطر يتشد عشان ايديه اتجمدت، وقام رايح عند ايديه، ولكن فوكسي بيجمد جسمه بالكامل بشعاع تباطؤ. والوقت لوفي بيتحرك بالتصوير البطيء لمده 30 ثانيه، وساعتها فوكسي بيطلع فوقيه وهتك يا ضربات ورزعه حرفيا يجي 500 ضربه. وبعد ما ال 30 ثانيه خلصت ال 500 ضربه بيأثروا فيه دفعه واحده. الواد يعني اتدشمل وكان هيقع في البحر، ولكن في اخر ثانيه قدر يطول ايديه ويرجع تاني للسفينه، وقال لازم اخد بالي بعد كده شكل القتال هيبقى صعب. وطلع يجري عشان يدور على فوكسي، وفعلا بيلاقي فوكسي وبيلاقي واقف على قذيفه مدفع هو مبطئها بشعاع تباطؤ، ولما راح يهاجمه اتلاقى عامل كده على اكتر من قذيفه مدفع، فلما مسك واحده بتنفجر فيه، وحرفيا كان مصاب وكان بيقوم بالعافيه. وساعتها فوكسي بيعمل عليه هجوم غريب، بيطلع وشوش متفجره باتجاهه، وبعد كده قام نازل وضربه ضربه تحتوي على شعاع تبطيء، بحيث لوفي يفضل متجمد في مكان 30 ثانيه على بال لما الوشوش المتفجره تنفجر فيه. وفعلا بيحصل انفجار ضخم جدا، شكل هي دي النهايه، والدخان بيغطي المكان كله. بس كلنا بنبص بنتفاجأ ان لوفي قدر يهرب في اخر لحظه وطلع فوق الشراع، وبعد كده بينزل تاني على السفينه عشان يدور على فوكسي، واللي بيكون مستخبي وسط الدخان، ولكن لوفي بيقدر يلاقيه وبينزل وبيجي من وراه وبيضربه ضربه قويه جدا. فوكسي حاول يستخبى وسط الدخان وبيعمل نسخ منه، ولكن لوفي بيقدر يتعرف عليه وبيضربه تاني في وشه، وده اللي خلى فوكسي يقرر يخدعه وبيقول له بص فوق كده. فلوفي بيبص فوق تلاقي فوكسي عامل له فخ وقام فتح حفره تحته ونزله في غرفه مظلمه، والارض بتتحرك عشان توقع لوفي في الميه، ولكن لوفي بيقدر يطلع مره تانيه، وبيكتشف ان فوكسي داخل السفينه، فبيقرر يدخل وراه، وفعلا بيدخل جوه بيقعد يدور عليه، وفعلا بيلاقيه في المطبخ متنكر بشكل طباخ. وساعتها فوكسي بيستعمل عليه شعاع التبطيء وبيضربه ضربات متتاليه ومستمره، وبعد كده بيفتح باب كده من ورا لوفي على بال لما ال 30 ثانيه تخلص. وبعد ما ال 30 ثانيه خلصت الضربات اتفعلت في لوفي وزقته جوه الباب ده، وساعتها لوفي بيقوم يقف وبيبص بيلاقي فوكسي عامل له فخ وراكب على انسان آلي عملاق اسمه غوريلا الملاكمه، وبدا يتحرك بالغوريلا اللي فيها لكمات كتير دي. وبنعرف ان لوفي وراه مرايه، بحيث لو فوكسي طلع شعاع تباطؤ يتعكس في المرايه ويجي في لوفي. ومش كده وبس، دي اللكمات بتاعت الغوريلا دي بتطلع نار كمان. حرفيا لوفي كان بيعاني، ما هوش عارف يتفادى شعاع التبطيء ولا يتفادى اللكمات الحارقه. بس ساعتها لوفي بتجيله فكره ذكيه جدا، قام كاسر المرايه اللي وراه وقام رايح عند فوكسي وعمل فيه ضربه جمجم بيستول او المسدس، وده اللي خلى فوكسي يغضب على الاخر ويطلع مئات من اللكمات الحارقه باتجاه لوفي. حرفيا كان عمال يحرق في لوفي وما رحموش خالص، الواد بقى ماشي وخلاص. وبعد كده الجمهور بيكون قاعد وفجاه بيسمع صوت انفجار، وبيبصوا كده بيلاقي فوكسي منتصر ولوفي واقع على الارض مش بيتحرك. اصدقاء لوفي كانوا قلقانين عليه جدا، بس لوفي بيقف تاني على رجليه وبيقرر مش يستسلم، وده اللي خلى فوكسي يغضب على الاخر وقام مطلع طاقه من شعاع التباطؤ وربط بيها ايدين ورجلين لوفي، وبعد كده قام لكمه 100,000 لكمه. يخرب بيت شيطانك انت كده هتخلص عليه، بس لوفي بيقف تاني على رجليه، وده اللي خلى فوكسي يطلع باتجاه شعاع تبطيء تاني وقام رايح وقام ضربه 100,000
في لكمة تاني، وساعتها لوفي بيكسر الشراع وبيقع على الارض، ولكنه بيقوم تاني وبيقف على رجليه وبيقرر مش يستسلم. انا مش هسمح لك تاخد اي حد من اصدقائي حتى لو هتقتلني. الله عليك يا لوفي، انت فعلا تستحق تبقى قائد طاقم قبعة القش. لدرجة انه ساب على الجمهور والجمهور قاعد يعيط وبدا يشجعوه بدل ما يشجع فوكسي. وساعتها فوكسي بيغضب وبيهاجم لوفي، ولكن لوفي تفادى هجومه. وساعتها فوكسي بيركب طيارة صغيرة فيها قذيفة مدفع وبيروح يضربه ضربة قوية جدا في وشه، وبعد كده بيبعت له الطيارة تضرب قذيفة المدفع في وشه. بس لوفي بيقف تاني على رجليه مش بيستسلم ابدا، ولكنه بيبص وبيكتشف ان في جزء مراية محطوط جوه شعره. وساعتها فوكسي بيغضب على الاخر وبينطلق باتجاه لوفي، ولوفي بينطلق باتجاهه، وباستخدام جمجم الرشاش هما الاتنين بيفضلوا يضربوا في بعض. يا الله على الروعة، يلا لوفي خلص عليه. استنوا كده، فوكسي بيستعمل شعاع تباطؤ، هل معنى كده ان دي النهاية؟ وساعتها لوفي بيقع على الارض، ولكن المفاجأة ان فوكسي شعاع التباطؤ اتعكس عليه، وبنفهم ان كل ده بسبب قطعة المرآة اللي كانت في شعر لوفي. وساعتها لوفي بيستعد للهجوم والقضاء على فوكسي، وبيضربه ضربة قوية جدا في وشه حطمت وشه حرفيا. بس استنوا، لسه مفعول الضربة مش هيشتغل دلوقتي بعد ما ال 30 ثانية يعدوا بتاع شعاع التباطؤ. وفي الوقت ده لوفي بيطلع على اعلى قمة في السفينة لحد لما ال 30 ثانية يخلصوا، وال 30 ثانية بيخلصوا، وساعتها فوكسي بيطير لفوق لاعلى قمة في السماء. ممتاز يا لوفي، خلصت عليه وهتستعيد بقية الطاقم بتاعك. ومش كده وبس، ده فوقيهم 500 واحد هدية. وبكده رسميا لوفي قائد طاقم قبعة القش هو الفائز في العاب الديفي باك. المهم بعد كده تشوبر بيعالج الجروح بتاعت لوفي لانه بيغم عليه، وساعتها لوفي بيصحى وبيعرفوه انه انتصر خلاص وكل حاجة بقت تمام. وساعتها فوكس بيجي يتكلم معاه وبيقول له كيف تجرؤ انك تهزمني، وهو بيقول له على العموم جه الوقت انك تختار المكافأة بتاعتك، يلا اختار 500 واحد من الطاقم بتاعي. في البداية لوفي بيختار روبن وتشوبر، وبعد كده بيختار بقية الطاقم بتاعه واللي عددهم 497. وساعتها الطاقم بتاع فوكسي السابق اللي بقى تابع لطاقم قبعة القش دلوقتي بيقول للوفي احنا تحت امرك، قول لنا اول مهمة لينا هتبقى ايه؟ قال لهم اول مهمة ليكم انتم مرفوضين، يلا امشوا من هنا. وده اللي خلاهم يتصدموا، وساعتها بياخدوا السفينة بتاعتهم وبيمشوا تاني. وبعد كده لوفي بيروح يتكلم مع العجوز تونجن وبيدوا له الشراع بتاع قراصنة فوكسي، وبيقول له خلاص انا لقنتهم لك درس، ما عادوش هيأذوك تاني انت وشاري. المهم بعد كده المغرب بيجي ولوفي واصدقائه بيركبوا مير الذهبية وبيستعدوا للابحار، وساعتها تونجن بيودعهم وفعلا هما بيمشوا، وبنعرف ان مهمتهم القادمة هي البحث عن نجار عشان يصلح مير الذهبية، وده لانها اتضررت جامد. المهم بعد كده بيروحوا جزيرة مجهولة الهوية، وده لان تشوبر عاوز يجمع بعض الاعشاب. بس هما ماشيين في الجزيرة دي بيشوفوا راجل شكله غريب جدا وطويل وما بيكونوش عارفين ده مين، ولكن اول لما روبن بتشوفه بترتعب حرفيا. وساعتها روبن بتقول لهم ده من المارينز الادميرال اوكيجي، وادميرال يا اصدقائي يعني رتبة عالية جدا في البحرية. وساعتها روبن بتقول لهم في 3 اشخاص بس في البحرية عندهم لقب ادميرال، اول واحد اكاينو، والتاني واحد اوكيجي، واخيرا كيزارو، وفي واحد بس في البحرية كلها هو اللي اعلى منهم رتبة واللي اسمه الادميرال سينجوكو، وهو اللي يقدر يديهم الاوامر ويأمرهم. وسينجوكو ده واحد من 3 رجال يطلق عليهم اسم القوى العظمى للحكومة العالمية. بس اوكيجي بيقول لهم هدي نفسكم يا شباب، وبينام على الارض بيقول لهم انا ما عنديش اي نية اللي انا اقبض عليكم، انا بس جاي هنا عشان اتاكد من مكان روبن الجديد اللي راحته بعد اللي حصل في الابستا، وزي ما انا توقعت انا لقيتها معاكم، وعلى العموم انا هبلغ الحكومة عشان تزيد المكافأة بتاعتكم بما ان روبن انضمت ليكم. بس هما بيتكلموا بيطلع عليهم ناس شكلهم غريب جدا وبيقولوا للادميرال اوكيجي بما انك من المارين ارجوك ساعدنا، وبنعرف ان السفينة بتاعتهم اتكسرت عشان كده اضطروا يجوا الجزيرة المهجورة دي. وساعتها تشوبر بيطمن عليهم وبيعالج الجراح بتاعتهم، وبعد كده بيعمل لهم اكل وبياكلوهم. وساعتها نامي بتقول لهم احكوا لي ايه اللي حصل، ازاي السفينة بتاعتكم اتكسرت؟ قالوا لها احنا كنا في رحلة سياحية على السفينة بتاعتنا، بس فجأة كلنا بنبص اتلاقينا ضفدع عملاق بيهاجم السفينة بتاعتنا وكسرها لحتت صغيرة، واوكيجي بيعرفهم ان الضفدع ده اسمه يوكوزانا. وبعد كده الادميرال اوكيجي بيقول لهم خد يلا الحاجة بتاعتكم وامشوا من الجزيرة دي، الجزيرة دي مهجورة، في جزيرة قريبة من هنا روحوا هناك وهتحصلوا على رعاية اكتر. بس لوفي واصدقائه عمالين يقولوا هو ازاي ادميرال اوكيجي هيساعدهم يروحوا للجزيرة دي وهو معهوش قارب؟ بس روبن بتتدخل وبتقول صدقوني ادميرال اوكيجي عنده القوة ان يخليهم يوصلوا للجزيرة دي من غير قارب. وفعلا كلنا بنتفاجأ ان اوكيجي بيروح عند البحر وبيحط في ايديه وبعد كده بيستخدم قدرته وقوته وبيجمد البحر كله. يا الله القوة دي، ده اكل فاكهة شيطان هو كمان، فاكهة شيطان الجليد. وقام قال للناس البحر هيفضل متجمد لمدة اسبوع، فانتم تمشوا باتجاه الجزيرة اللي قلت لكم عليها وهتوصلوا لها خلال 3 ايام. وساعتها الناس بتفرح جدا وبتشكر الادميرال اوكيجي، وبعد كده بيودع طاقم قبعة القش وبيشكروهم على الاستضافة بتاعتهم وبيمشي على الجليد فعلا. وبعد كده طاقم قبعة القش بيلاقي ادميرال اوكيجي بيقول لهم انا عاوز اقول لك حاجة يا لوفي، انت زي جدك بالظبط. وساعتها لوفي لما عرف ان ادميرال اوكيجي عارف جده اترعب جدا وعمال يدرع الموضوع، بس اوكيجي بيقول له
وجدك ساعدني قبل كده وانا مدين له، بس الصراحه بعد ما قعدت افكر كتير انا لازم اقتل روبن دلوقتي، وده لان روبن دي تعتبر اخطر واحده فيكم وبتهدد حكومه العالم كلها. وعلى العموم انت لازم تسمعوا كلامي لان روبن دي خاينه، واي حد هي كانت بتنضم ليه كانت بتخونه وبتأدي لهلاكه، واكيد هتأدي لهلاككم انتوا كمان. بس كل عمال يقول له بطل الكلام الفارغ ده، روبن صديقتنا مستحيل تعمل حاجه زي كده. اوكيجي قال لهم براحتكم، انتوا هتعرفوا في المستقبل اللي انا كلامي صح وان البنت ديت هتأدي لهلاككم. لوفي ويوسف قالوا له مش مهم، احنا واثقين في روبن. وساعتها روبن بتغضب على الاخر وقررت تهاجم اوكيجي وبتحيطه بمجموعه كبيره جدا من الايادي بتاعتها وبتكسره، ولكنه بيقدر يجمع نفسه تاني وبيرجع ولا كأن حاجه حصلت. وبعد كده بيعمل سيف من الجليد وبيستعد عشان يقطع روبن، ولكن في اخر لحظه زورو بيتصدى ليه وسانجي بيهاجمه وبيطير السيف من ايديه. وساعتها لوفي بيجري وبيضربه ضربه قويه جدا، ولكن اوكيجي بيجمد لوفي وزورو وسانجي هما الثلاثه مع بعض وحرفيا اطرافهم اتجمدت وكانوا بيتألموا جامد جدا. وبعد كده اوكيجي بيقول له روبن انت عندك اصدقاء مخلصين فعلا، بس انت عمرك ما هتتغيري. لسه جاي تقول له مستحيل انا اتغيرت، ولكنه بيحضنها وبيجمدها كلها حرفيا، بقت قطعه من الجليد. هل معنى كده انها ماتت؟ وساعتها لوفي كان مصدوم وغضب على الاخر، بس اوكيجي بيقول له ما تقلقش هي لسه حيه، بس انا دلوقتي هقتلها. وراح يهاجمها عشان يكسرها ويقتلها، ولكن لوفي بينطلق بسرعه البرق وبيقدر يبعدها في اخر لحظه، ولكن برضه اوكيجي كان هيكسرها برجليه. وساعتها يوسف بياخدها وبيوديها النامي. ممتاز. وساعتها لوفي قال لهم بسرعه ود روبن السفينه وعالجوها من التجمد بتاعها، بس اوكيجي كان راح وراهم عشان يقتل روبن. وساعتها زورو وسانجي راح عشان يوقفوه، ولكن لوفي قال لهم استنوا، روح انتوا للطاقم في السفينه وانا هقاتله هنا لوحدي في مبارزه وجها لوجه. وساعتها اوكيجي بيوافق. وفي الوقت ده تشوبر ويوسف كانوا بيعالجوا روبن في حمام دافئ عشان يفكوا الجليد من عليها، بس هما بيعملوا كده زورو وسانجي ونامي بيجوا. وساعتها تشوبر بيقول لزورو وسانجي ينطوا في البحر عشان الجليد يتفك من اطرافهم، وفعلا بيعملوا كده عشان بعد كده يروحوا ينقذوا لوفي. نرجع بقى لوفي، المعركه كانت مشتده على الاخر، الواد يعني معظمه كان متجمد ولكنه مش بيستسلم وبينطلق بكل سرعته باتجاه اوكيجي وبيتفادى هجومه وبيضربه ضربه قويه جدا في بطنه وبيطيره لفوق. وبعد كده بينفخ نفسه زي البالونه وبيسيب الهواء مره واحده عشان يطلع لفوق ويضرب اوكيجي، وفعلا بيروح له وبيضربه ضربات متتاليه ومستمره لحد لما كسره. ولكن فجاه الجليد بيتجمع حوالين لوفي واوكيجي بيتجمع تاني، والمره دي بيحضن لوفي وبيجمده بالكامل. يا الله. وبعد كده بينزل على الارض وقعد يقول ده انت طلعت خبيث يا لوفي، انت خدعتني، انت تحددني في مبارزه وبما اني وافقت يبقى ما ينفعش اروح اقاتل التانيين، لازم اهزمك انت بس، وقال لك كده هخالف مبادئ الرجال. وبيمشي وبيسيبه. وبعد كده بيروح يقف عند البحر وبيبص في الورق اللي معاه وبيقول لو طاقم قبعه القش مش على البوصله بتاعتهم الجزيره اللي بعد كده هتبقى مدينه ووتر 7 واللي هي مدينه الماء. وده اللي خلاه يقلق لان المدينه دي قريبه من القياده بتاعه المارينز. المهم في الوقت ده زورو وسانجي بياخدوا لوفي المتجمد وبيحطوه على السفينه عشان يعالجوه، وتشوبر بيقول لهم ما تقلقوش كلها يومين بالظبط ولوفي وروبن هيرجعوا لطبيعتهم. وفعلا بنشوف لوفي نايم تعبان جنب روبن بعد ما تم تفكيك الجليد من عليه. المهم الطاقم فضل في البحر 4 ايام ما بيتحركش على بال لما لوفي وروبن يتعافوا بالكامل، وفعلا لوفي بيطلع بيبقى كويس، وبعدها على طول روبن هي كمان بتطلع بقت كويسه. وخلاص دلوقتي الطاقم المفروض يروح لمدينه ووتر 7، بس وزورو واقف بياكل بيبص في البحر بيلاقي ضفدع عايب، وده اللي خلاه يتصدم ويروح يبلغ لوفي بسرعه. وساعتها لوفي ويوسف بيبصوا بيلاقوا فعلا في ضفدع بيعوم كانه انسان بالظبط. وساعتها لوفي بيأمر كل الطاقم ان يروح ورا الضفدع ده عشان يقبضوا عليه ويطبخوه وياكلوه. ولما بيبصوا على الضفدع رايح فين بيلاقوه رايح باتجاه جزيره فيها مناره. وساعتها نامي بتقول لهم احنا كده مش ماشيين تبع البوصله ومش هنروح جزيره ووتر 7، ولكن لوفي كان مصمم انهم يروحوا على الجزيره اللي فيها مناره عشان يقبضوا على الضفدع. وفعلا بيعملوا كده، بس اول لما قربوا من الجزيره السفينه بتاعتهم بتتصدم بشيء كأن في حاجز قدامهم، وكلهم مش بيكونوا عارفين ايه اللي بيحصل. بس بعد كده بيسمعوا صوت جرس كأن في قطر هيعدي. طب ازاي هو في قطر في البحر ولو عدى هيتكسر السفينه بتاعتهم؟ ده كده مير الذهبيه هتتكسر. فيا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ وهل فعلا هيقدروا ينجوا من الموقف اللي هم فيه ده ولا لا؟ وهل هيروحوا ووتر 7 ولا لا؟ كل ده تعرفوه في الموسم الثامن من وان بيس.